بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شلونكم؟ السلام عليكم. شلونكم يا أهلنا يا طيبين؟ اليوم جيتكم بهذا الفيديو الحلو. طبعا سويت خبز عروق وحبيت أشاركه وياكم. هم تستمتعون وياي، وهمين البناتنا البنوتات الصغار يتعلمون شلون يسوونه. طبعا الخبز عروق هو أكلة شعبية قديمة بالعراق، وهي من أطيب وألذ الخبز اللي نسويه بالعراق. هاي عجنة العجينة، خليت كركم وملح وخمرة وعجنته عجن شوية يعني قوي، ما خليت له هواي مي ولينته، بس عجنته عجن هواية. هنا عندنا كرفس وبصل وطماطة ولحم غنم ومكثرين ليبي، وهم خليت ملح وعلى الحشوة، ملح وكركم وكاري. أو هاي الحشوة. طبعا خليت العجين نص ساعة يختمر، نص ساعة يعني الوحدة، وبعدين عجنت هاي الحشوة، عجنتها عجن كل الزين. وهسه أقول لكم وين اللايك، لأن أنا جاي أطلبه من عندكم، لأن تعرفون كل الزين قناتي نزلت وهسه أريد أصعدها. طبعا ظروفي كانت كل صعبة، وأخويا بالمستشفى وكنا وياه وكلش كنت تعبانة. هذا العجين هاي اختمر خمرة الأولى، ورا نص ساعة اختمر، جيت خليت عليه هذه الحشوة، شفت بيها مي عصرتها. طبعا مي الخضروات عصرتها وخليتها على مود العجينة ما تصير لينة حيل، وبعدين ما تنخبز. هنا أنا خليت الحشوة فوق العجين، وبديت أعجن بيها من جديد، يعني خمرتها نص ساعة وخليت الحشوة عليها وبديت أعجنها من جديد. طبعا بنات سووه ماكو هيك طيب، لذيذ بشكل. وشوفوا حتى عجينته سهلة وبسرعة يعني تسووها، تخمرونه نص ساعة وبعدين تعجنونه ويا الحشوة، وهمين تخمرونه النوب نص ساعة وبعدين تخبزونه. تريد تخبزونه بالتنور الكهربائي أو بالتنور هذا الحديد. هذا هسه هاي التخميرة الثانية، اختمار، وهنا أنا قطعته أو شنقته، شو تقولون أنتو. وبديت شوية ريحته وبديت أخبز وخبزته. هنا كان يوم خميس وكنا صايمين، وطبعا هنا خبزته بالتنور الحديد. وهذا هاي طبعا أول خبزة أكلوا من عندها، قالوا كلش طيب. شوفوا شلون هش وطيب. وهذاك الخبز همينه وياه، هاي الحنونة، وهذا الخبزته. وهذا فطورنا، هذا طبعا ودينا لعمتي
عمتي أم زوجي، وهسه أقولكم مع ألف سلامة.